هعمل معاكم حواوشي بطريقة سهلة وسريعة وطعمه وريحة خطيرة زي الجاهز بالظبط، ومبياخدش اكتر من ساعة ويكون جاهز معانا. معايا بقى كده كيلو من اللحمة المفرومة، هنزل عليه بصلاية كبيرة مقطعاها مكعبات، بلاش نبشرها عشان ما تنزلش ميتها وتخلي العيش يبقى طري معانا. ومعايا فلفل حامي تحطوه باي كمية انتوا حابينها. ومعايا قطعة 100 جرام من اللية حطيتها في الفريزر واتجمدت، وبعد كده بشرتها بالشكل ده بكل سهولة. لو مش حابين اللية ممكن نستبدلها بمعلقتين من السمنة البلدي، بس اللية بتخلي طعمه وريحته زي الجاهز بالظبط. ومعايا بقى التوابل، فلفل اسود وبابريكا وملح، وطبعا حطوا الكمية اللي انتوا حابينها. ومعايا بقى اخر مكون من مكونات التوابل، معايا كيس من خلطة الحواوشي بيتباع بره في اي ماركت باي نوع انتوا حابينه. ومعايا بقى طماطمايه مقطعاها مكعبات صغيرة وشايلة منها المية والبذر خالص. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا كده لمدة 5 دقايق لغاية ما كل المكونات تدخل في بعضيها كده كويس جدا. واكون بقى مولعه الفرن على درجه حراره 200 درجه حراره عاليه. لازم الحواوشي يدخل على درجه حراره عاليه، ويكون طبعا الفرن سخن من قبلها ب10 دقايق كويس جدا، علشان لو درجه الحراره هاديه اللحمه هتنزل ميتها وهتبوظ العيش. فدي تركية مهمة جدا. وتاني تركية، العيش كمان بجيبه من الفرن بيبقى عيش حواوشي، يعني ايه بيبقى مميزاته؟ بيبقى مستوي 3/4 سوا، لان لما باجي احط فيه العيش وهو مستوي سوا كامل بينشف معايا وبيبقى وشه كمان غامق. لكن لما بيبقى الوش فاتح كده ويجي يدخل الفرن بيكمل السوا بتاعه، بيبقى مظبوط معانا جدا. بضغط عليه بقى كويس قوي كده، وبجيب معايا صاج وبحط فيه معلقه سمنه وعليها معلقه من البابريكا. نحاول ان احنا ما نكترش من الماده الدهنيه، لان هي اللحمه جواها طبعا نسبه من الدهون. هبتدي بقى ان انا ارص العيش بتاعي بالشكل ده كده، وبنفس معلقه السمنه وعليها البابريكا برضو هدهنه من على الوش كويس جدا. شايفين طبعا السمنه بتكون سايحه خالص، وبدهن الوش كويس قوي ومن الظهر كمان. بس اهم حاجه طبعا اول ما بندخله الفرن بندخله على ظهره، علشان طبعا هو بياخد الوقت الاكتر من تحت، والوش ما بياخدش وقت خالص، يدوبك 10 دقايق وبيخرج. بدخله بقى على الفرن على طول كده، بيقعد بالظبط من تحت تلت ساعه وبياخد اللون الخطير ده. شايفين؟ قادره اوصف لكم الريحه عامله ازاي. قلبته بقى الناحيه التانية، بياخد بالظبط 10 دقايق كمان، لان الوش ما بياخدش وقت خالص. وبخرجه بقدم جنبيه سلطه طحينه او بابا غنوج او سلطه خضراء او بطاطس محمره زي ما تحبوا طبعا، وبيبقى بقى مقرمش وهاشش كده وخطير. وطبعا لو حابينه طري بنغطي عليه لمده 5 دقايق وبعد كده بنقدمه. جربوا الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم، وبالف هنا. ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.